اهلا بيكم في الحلقه رقم 5 من شرح جبر اولى اعدادي. دخلنا على الحصه الاخيره من الاعداد النسبيه وبنتكلم فيها على تطبيقات على الاعداد النسبيه. بعد لما فهمنا ايه هي الاعداد النسبيه وفهمنا ازاي نتعامل مع الاعداد النسبيه سواء بالجمع والطرح او الضرب والقسمه، هيجي معانا دلوقتي حاجه اسمها تطبيقات على الاعداد النسبيه. بيقول لي هنا اوجد المسافة بين العددين 2 و5. يعني ايه المسافة بين العددين؟ لو انا عندي خط الاعداد زي ما احنا عارفين الصفر بيكون في النص، على يمين الصفر بتكون الاعداد الموجبة وعلى شماله بتكون الاعداد السالبة. انا عايز المسافة بين الاتنين والخمسة. هشوف انا همشي قد ايه من الاتنين للخمسة. ادي 1 2 3. يبقى المسافة بين الاتنين وخمسة 3. وممكن اعملها بطريقة تانية، اقول المسافة هتساوي 5 ناقص 2 ب3. هنا بيقول لي اوجد المسافة بين العددين -2 وموجب 3. -2 وموجب 3. هشوف انا همشي قد ايه. 1 2 3 4 5. او اقول ان المسافة بينهم هتساوي 3 ناقص -2. ما ينفعش اخلي فيه اشارتين ورا بعض، طالما اشارتين ورا بعض اضربهم في بعض، وطبعا احنا عرفنا قاعدة الاشارات سالب في سالب بموجب، يبقى 3 زائد 2 هتساوي 5. ده كله كان تمهيد علشان نفهم الدرس بتاعنا. بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع عند منتصف المسافة بين العددين 3 أو 7. زي ما احنا ملاحظين ان ال3 وال7 في منهم عدد صغير وعدد كبير. انا علشان اجيب العدد اللي بيقع في منتصف المسافة عندي قانون. العدد الذي يقع في منتصف المسافة هيساوي، هل اجيبه من ناحية الكبير ولا الصغير؟ لو قلت العدد الاصغر يبقى اقول زائد. هو عايزه عند نص المسافة، يبقى نص المسافة بين العددين. او اقول من ناحية العدد الكبير اللي هو 7، طالما هو كبير يعني ينفع اطرح منه، يبقى ناقص برضو نص المسافة بين العددين. تعال نشوف الكلام ده. الاول المسافة بين العددين عرفنا ان هي ناتج طرح العددين من بعض، فانا هقول له العدد الذي يقع عند منتصف المسافة هجيبها مرة مع العدد الأصغر ومرة مع العدد الأكبر. أول حاجة العدد الأصغر اللي هو كام؟ ال3 زائد نص المسافة بينهم، يعني نطرح العددين اللي هم 7 ناقص 3. هقول له بيساوي، يبقى 3 زائد 7 ناقص 3 4، يبقى نص في 4. ده كله بيساوي 3 زائد نص في 4 على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاتنين، يبقى 3 زائد 2 ب5. طب لو هاخده من ناحية العدد الأكبر، يبقى العدد الأكبر هقول بيساوي العدد الكبير اللي عندي 7 زائد نص في المسافة بين العددين، قلنا الفرق بينهم يعني 7 ناقص 3. هنا ناقص، طالما العدد الكبير يبقى ناقص، يبقى العدد الكبير ناقص نص المسافة، يبقى 7 ناقص. عرفنا ان 7 ناقص 3 4. 4 في نص ب2، يبقى 7 ناقص 2 5. هو الناتج.
نبدأ نطبق الكلام ده على الأعداد النسبية. بيقول لي اوجد عدد نسبيا يقع عند منتصف المسافة بين العددين 2 على 5 و3 على 5. أنا عندي حاجتين لازم أنا أكون عارفهم. الأول المسافة بينهم، دي أول حاجة، والمسافة بينهم بتيجي عن طريق إن أنا أطرحهم من بعض، دي أول حاجة. الحاجة التانية لازم أنا أعرف مين العدد الصغير ومين العدد الكبير. طب أنا هعرف كده إزاي؟ الأول لازم أوحد المقامات. لما هوحد المقامات 2 على 5 و3 على 7، عشان اوحد المقامات بتاعتهم هضرب المقامات في بعض. الخمسة في 3 ب35، واقسم 35 على الخمسة فيها السبعة، 2 في 7 ب14، واقسم 35 على السبعة فيها الخمسة، 3 في 5 ب15. دول بقوا العددين بتوعي. عرفت ان ده العدد الصغير لان البسط بتاعه صغير، وده العدد الكبير. هقول المسافة الاول بين العددين، اطرح الكبير، اكتب الكبير الاول وبعد كده اطرح منه العدد الصغير. المقامات موحدة، اخد مقام منهم واطرح. 15 ناقص 14 1. بعد كده اقول المسافة او العدد الذي يقع عند منتصف المسافة بين العددين، وانا هقرر المرة دي ان انا هاخده من جهة العدد الاصغر. من جهة الاصغر هيساوي العدد الاصغر. طالما قلنا الصغير ما ينفعش اشيل منه يبقى زود عليه يبقى زائد. هو عايز عند منتصف يبقى نص المسافة بين العددين، يبقى اقول بيساوي العدد الصغير اللي هو 14 على 35 زائد نص في، قلنا المسافة بينهم اللي احنا جبناها 1 على 35. ده كله بيساوي 14 على 35 زائد 1 في 1 ب1، 2 في 35 ب70. هنا العددين مقاماتهم مش موحدة، اوحدها، الاتنين يقبلوا القسمة على 70، يبقى اخد 70 عامل مشترك. 70 على 35 فيها الاتنين، 2 في 14 ب28، 70 على 70 فيها الواحد، 1 في 1 ب1. يبقى 70 المقامات عندي موحدة، اخد مقام منهم واجمع، 28 زائد 1 يبقى 29. المثال الثاني بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع عند منتصف المسافة. برضو لازم اكون عارف حاجتين، المسافة بين العددين اول حاجة، والحاجة التانية اعرف مين هو العدد الكبير والعدد الصغير. فبص للعددين بتوعي، هل هعرف اقارن بينهم؟ لا يا مستر مش هعرف لان المقامات مش موحدة. طب اوحد المقامات. الاول ابدا اوحد المقامات للعددين دول. هجيب للعددين العامل المشترك الاعلى ليهم. لو جيت دورت في جدول الستة وجدول هلاقي ان الاتنين بيقبلوا القسمة على 24. فاقول ان العددين لما هاجي اوحد لهم المقام 24 على 6 فيها 4 في 5 ب20، و24 على 8 فيها 3 في 3 ب9. كده انا عرفت مين العدد الصغير ومين العدد الكبير. هجيب الاول المسافة بينهما. الكلام ده هيساوي، اخد العدد الكبير اللي هو 20 على 24 ناقص العدد الصغير اللي هو 9 على 24 واطرح. المقامات طبعا موحدة، اخد مقام منهم واقول 20 ناقص 19 هيطلع الناتج عندي ب11. دي المسافة بين العددين. هو عايزني اوجد عدد يقع عند منتصف المسافة، يبقى اقول له العدد الذي يقع عند منتصف المسافة هيساوي، انا هجيبه من جهة
الاكبر. طالما ما ذكرليش في المسألة انت براحتك، ممكن تجيبه من جهة الاكبر او من جهة الاصغر. طالما هجيبه من جهة الاكبر يبقى العدد الاكبر هو كبير، يبقى ينفع اطرح منه، يبقى ناقص. هو عايز عند منتصف، يبقى نص في المسافة بين العددين. ابدأ اعوض. هو العدد الكبير عندي كام؟ 20 على 24 ناقص نص في المسافة بين العددين احنا جبناها ب 11 على 24. اقول له بيساوي، انزل 20 على 24 ناقص واضرب دول في بعض. واحد قلنا طالما في كسر بره والكسر التاني جنبه على طول وبينهم قوس، معنى كده ان هم مضروبين. اضرب واحد في 11 ب 11 على 2 في 24 ب 48. اقول كل ده بيساوي. عايز اطرح، لازم المقامات تكون موحده، الاتنين يقبلوا الاسم على ال 48. تمانية واربعين على ال 24 فيها الاتنين، 2 في 20 ب40. و48 على ال 48 فيها الواحد، 1 في 1 بواحد. اقول له بيساوي. المقامات عندي هنا بقت موحده، هاخد مقام منهم اللي هو 48 واطرح 40 ناقص 1 يبقى 39. هنا امثله عايزك تحلها في الكشكول بتاع الحصه وتطلع الناتج وبعد كده تقارنه بالحل بتاعي. بعد كده بيقول لي المثال رقم 4، اوجد عددا يقع عند ثلث المسافة بين 2 و 8. هقول الأول المسافة بين العددين هتساوي، أطرحهم من بعض، الكبير ناقص الصغير، 8 ناقص 2 6. بعد كده أقول العدد الذي يقع عند ثلث المسافة بين العددين هيساوي العدد الأصغر. طالما الصغير عرفنا إن احنا بنزود عليه، ما ينفعش ناخد منه. هو قال لي عند ثلث المسافة، يبقى تلت المسافة بين العددين. هقول له بيساوي مين الصغير؟ 2 زائد تلت في 6. اختصرهم مع بعض، على 3 فيها الواحد، على 3 فيها الاتنين، وابدا اجمع. 1 في 2 انزل الاول الاتنين دي، زائد 1 في 2 ب2 على الواحد كأنها هي الاتنين، 2 و2 4. طب لو قال لي من ناحية العدد الأكبر، العدد الأكبر طالما كبير يبقى ينفع أطرح منه عادي، يبقى ناقص تلت، لأنه قال لي ثلث المسافة. المسافة بين العددين يبقى بيساوي مين الكبير؟ 8 ناقص، لما ضربت تلت في 6 طلع 2، يبقى 8 ناقص 2. ايه ده؟ يبقى كده عندي العدد اللي هيكون في تلت المسافة، اقول 8 ناقص 2 ب6. يبقى انا طلع عندي عددين، مرة من ناحية العدد الكبير ومرة من ناحية العدد الصغير. خلي بالك ان العددين هنا مختلفين، لان بيقول لي هات لي العدد اللي بيقع في تلت المسافة مش في نصها. نبدأ ندخل على الأعداد النسبية. بيقول لي اوجد عددا نسبيا يقع في ربع المسافة. احنا ما يفرقش معانا سواء كان نص أو ربع أو تلت، لأن عندنا هنا في القانون ينفع أغير التلت هنا لربع أو خمس أو سدس أو أي حاجة هو يقول لي عليها. الأول أشوف العددين دول هم زي بعض في المقام ولا لأ. ليه؟ علشان الأول أعرف أطرحهم من بعض، تاني حاجة أعرف أجيب العدد الصغير. أقول المسافة بين العددين هتساوي سالب تلت
ناقص سالب 6. طبعا طالما اشارتين ورا بعض اضربهم في بعض، يبقى سالب في سالب بموجب. هنا مش هعرف ان انا اجمعهم مع بعض لان المقامات مش موحده، اوحد المقامات الاتنين يقبلوا القسمه على الستة، يبقى قولي بيساوي 6 على التلاتة فيها الاتنين، 2 في 1 ب2، و6 على الستة فيها الواحد، 1 في 1 ب1. سالب وموجب اطرح واخد اشاره الكبير، هنزل المقام الاول، اطرح واخد اشاره الكبير، الكبير اشارته سالب، اطرح 2 ناقص 1 1. بعد كده هو قايل لي انا عايز العدد اللي بيقع في ربع المسافه من جهه العدد الاصغر، يبقى هنا اقول له العدد الذي يقع في ربع المسافه من جهه الاصغر هيساوي ايه؟ هيساوي العدد الاصغر، طالما صغير يبقى زائد ربع المسافه، اقول له بيساوي. يا ترى مين هنا عندي الصغير ومين الكبير؟ انا عندي العددين بعد ما وحدت المقامات كان سالب 2 على 6 وسالب 1 على 6. دايما السالب الصغير اكبر من السالب الكبير، يعني عندي سالب 1 على 6 هو الكبير، يبقى مين الصغير؟ سالب 2 على 6، يبقى سالب 2 على 6 زائد ربع في المسافة بين العددين هنا اللي احنا جبناها بسالب 1 على 6. اقول له ده كله بيساوي سالب 2 على 6 سالب في موجب بسالب 4، 1 في 1 ب1، 4 في 6 ب24. هنا المقامات مش موحدة، أبدأ إن أنا أوحد المقامات، نزل السالب هنا وهنا زي ما هو، الاتنين يقبلوا على ال24. 24 على الستة فيها الأربعة، 4 في 2 ب8، و24 على 24 فيها الواحد، 1 في 1 ب1. اخد مقام منهم، سالب وسالب اجمع واخد اشاره منهم، يبقى انزل السالب 8 و1 9، يبقى 9 على ال24. هل فيهم اختصار؟ ايوه فيهم اختصار. على التلاتة فيها التلاتة، 24 على التلاتة فيها التمانية، يبقى 3 على 8. ده مثال عايزك تحله مع نفسك في الكراسة بتاعت الحصة بتاعتنا، وشوف الحل بتاعي وقارنه بالإجابة بتاعتك. وصلنا مع بعض لملخص سريع للدرس اللي احنا شرحناه. علشان تفهم الدرس لازم تكون فاهم يعني ايه المسافة بين العددين زي ما قلنا في اول الدرس. بيقول لي هنا انا عايز العدد اللي بيقع في منتصف المسافة. عندك ناحيتين، هو بيديك عددين، عدد صغير وعدد كبير. طب لو عايز من ناحية العدد الصغير، يبقى العدد الصغير ما ينفعش اطرح منه، بينفع ازود عليه، يبقى العدد الصغير زائد نص، لان هو قال لي انا عايز العدد اللي بيقع في منتصف المسافة، يبقى نص في المسافة بين العددين. وعرفنا ان المسافة بين العددين دي لما اطرح العددين من بعض. طب لو قال لي من جهة العدد الاكبر، يبقى اقول له العدد الكبير. طب هو طالما كبير يبقى ينفع اطرح منه، ما ينفعش ازود عليه تاني، يبقى ناقص نص المسافة بين العددين. طب لو قال لي انا عايز العدد الذي يقع في ثلث المسافة، نفس الموضوع، يبقى من جهة الأكبر ولا من جهة الأصغر؟ لو قال لي من جهة الأصغر، الصغير دايما بياخد الزائد، يبقى العدد الصغير زائد. قال لي تلت، يبقى تلت المسافة. طب لو قال لي العدد الذي يقع فيه خمس، يبقى 1 على 5 في المسافة بين العددين، وهكذا. الواجب بتاع الحصة الخامسة عايزني أوجد عددا نسبيا يقع أول حاجة
في منتصف المسافة بين العددين دول من جهة الأصغر هو محدد لي، والمثال التاني عند تلت المسافة بين العددين دول من جهة الأصغر. ابدأ حل الواجب بتاعك في الكشكول بتاع الواجب، وشوف الحل بتاعه في بداية الحصة اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم على خير.